السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل التقييم الأسبوعي الرابع على الدراسات الاجتماعية للصف الأول إعدادي الفصل الدراسي الثاني. ويلا بينا نشوف عندنا هنا الصف الأول إعدادي الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الرابع الوحدة الثانية الدرس الأول الدور الحضاري لمصر في قارة إفريقيا في عهد محمد علي التقييم الأسبوعي. ويلا بينا نشوف المجموعة الأولى. رقم 1، دلل على صحة العبارة. عمل محمد علي على تطبيق القانون ونشر العدل. ازاي محمد علي عمل على تطبيق القانون ونشر العدل فين؟ في السودان. ان محمد علي قام بمحاكمة عدد من الموظفين وكمان صادر اموالهم بسبب ايه؟ بسبب سوء ادارتهم واستغلالهم لايه؟ لمناصبهم. هنقوم كاتبين رقم 1، حيث قام محمد علي بمحاكمة عدد من الموظفين ومصادرة أموالهم بسبب سوء إدارتهم لمناصب. تمام. رقم 2، أكمل ما يلي. ولد محمد علي في بلدة نقط بشمال اليونان. طيب يا مس، محمد علي اتولد في بلدة ايه؟ اتولد في مدينة أو بلدة قولة. فين؟ شمال اليونان، في بلدة قولة. تمام يا مس؟ تمام. ونشوف اللي بعده. رقم 3، ما النتائج مترتبة على تحصين محمد علي مدينة كسلة. النتائج رتبت على إن محمد علي حصن مدينة كسلة. طيب النتائج رتبت عليها إيه بقى؟ إن السكان اتوجهوا للمناطق المجاورة للإقامة فيها، وأصبحت من أهم المدن الإدارية في شرق مدينة إيه؟ مدينة السودان. فهنقوم كاتبين رقم 3، توجه السكان من المناطق المجاورة للإقامة فيه وأصبحت من أهم المدن الإدارية. طبعا فين؟ في السودان. رقم 4، اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية. آلة زراعية أدخلها محمد علي ليزيد من مساحة الأراضي الزراعية بالسودان اللي هي الإيه؟ اللي هي السواقي. تمام. رقم 5، وضح أهم المباني والمنشآت اللي أنشأها محمد علي فين؟ في مدينة الخرطوم. إيه هي المباني والمنشآت اللي أنشأها محمد علي؟ طيب في مدينة الخرطوم، ونخلي بالك عمل إيه؟ مسجدين ومستشفى، ترسانة لصناعة السفن النيلية، والعديد من المخازن والمصانع. فهنقوم كاتبين رقم 5، أقام مسجدين ومستشفى. طيب إيه كمان؟ ترسانة لصناعة السفن. إيه كمان؟ العديد من المخازن وإيه كمان؟ والمصانع. تمام. نشوف المجموعة التانية. رقم 1، دلل على صحة العبارة الآتية. اهتم محمد علي بالتعليم في السودان. ازاي محمد علي اهتم بالتعليم في السودان؟ ان هو نشر الكتاتيب، اللي هو الكتاب اللي الاطفال بيقعدوا يحفظوا في القرآن، نشر الكتاتيب في جميع انحاء السودان، ارسال بعثات من السودانيين الى مصر لتلقي العلم، انشاء بعض المدارس النظامية فين؟ في المناطق الحضرية. فهنقوم كاتبين رقم 1،
عمل إيه؟ حيث قام بنشر الكتاتيب في جميع أنحاء السودان. طيب إيه كمان؟ إنشاء بعض المدارس النظامية. طيب رقم 2 أكمل ما يلي. عاد سليم بيك قبطان من رحلته إلى المنابع الاستوائية إلى مدينة نقط. طيب سليم بيك قبطان احنا عارفين اللي هو قام برحلات لمنابع النيل الاستوائية. طيب بس رجع من رحلته إلى مدينة إيه؟ مدينة الخرطوم. طيب رقم 3 ما النتائج مترتبة على تمهيد الطرق وتوطيد الأمن بالسودان في عهد محمد علي. طيب النتائج ارتبط على إن محمد علي مهد الطرق ووطد الأمن والأمان بين مصر والسودان في عهده. طيب النتائج ارتبط عليها إيه؟ أدت لإقبال الشباب السوداني على الأزهر طلبا إيه؟ طلبا للعلم. فهنقوم كاتبين أدى ذلك لإقبال أو إلى إقبال الشباب السوداني على الأزهر طلبا للعلم. تمام. شوف رقم 4 لمن تنسب الأعمال الآتية: خرج برحلة لاستكشاف إفريقيا ووصل إلى سنار عام 1821. اللي هو مين؟ اللي هو ابن محمد علي، اللي هو مين برضو؟ إسماعيل باشا. هنقوم كاتبين إسماعيل باشا اللي هو بين قوسين ابن محمد علي. تمام. رقم 5 ماذا يحدث إذا لم يهتم محمد علي بالتجارة والنقل في السودان؟ احنا عارفين ان محمد علي اهتم بكل حاجة في السودان. طيب منهم ايه؟ التجارة والنقل. هيحصل ايه لو محمد علي ما اهتمش بالنقل والتجارة؟ هيحصل ايه؟ ان هو لم يتم تأمين طرق التجارة وتكليف شيوخ القبائل بحمايته. لم تصبح او لم يتم تطوير الملاحة النهرية، وكمان ما كانش مدينة الخرطوم هتصبح من اهم المحطات التجارية فين؟ في افريقيا. هنقوم كاتبين لم يتم تأمين طرق التجارة. رقم 1 لم يتم تأمين طرق التجارة وتكليف شيوخ القبائل بحمايته. طيب رقم 2 لم يتم تطوير الملاحة النهرية. طيب رقم 3 لم تصبح مدينة الخرطوم مالها من أهم المحطات التجارية. تمام يا مس. المجموعة الثالثة والأخيرة. رقم 1 دلل على صحة العبارة: إنشاء محمد علي العديد من المصانع في الخرطوم. إزاي إن محمد علي أنشأ العديد من المصانع في الخرطوم؟ هو أنشأ عددا من المصانع في الخرطوم زي إيه؟ زي مصنع البارود وترسانة لصناعة السفن، وكمان ألحق بها معمل لإعادة تشكيل الحديد ومصنع لتجارة الأخشاب. هنقوم كاتبين رقم 1 حيث أنشأ عددا من المصانع مثل إيه بقى؟
مصنع البارود، وكمان ترسانة لصناعة السفن. طيب إيه وألحق بها معملا لإعادة تشكيل الحديد. تمام يا مس؟ تمام. رقم 2 أكمل ما يأتي. نجا محمد علي في الوصول لمناجم الذهب في مدينة إيه؟ في مدينة دنقلة. تمام. رقم 3 ما النتائج المترتبة على اهتمام محمد علي بمشروعات الري في السودان. ايه النتائج اللي رتبت على ان محمد علي اهتم بالايه؟ بمشروعات الري. النتائج اللي رتبت عليها ان هي ايه؟ اترتب عليها ايه؟ زيادة مساحة الأراضي الزراعية. هنقوم كاتبين ترتب على ذلك مساحة الأراضي الزراعية. تمام. رقم 4 ما العلاقة بين محمد علي ونظام القضاء في السودان؟ ايه هي العلاقة بين محمد علي ونظام القضاء في السودان؟ ان احنا عارفين ان محمد علي عمل نظام حديث الحكم والإدارة فين؟ في السودان. طيب عمل نظام الحكم والإدارة في السودان زي ما عمل فين؟ في مصر. طيب من خلال ايه بقى؟ رسائل الأمن، تعيين حكيم دار للسودان، تقسيم السودان إلى 7 مديريات، تطبيق القانون ونشر العدل. هنقوم كاتبين أقام محمد علي نظاما للحكم في السودان مماثلا للنظام الذي أسسه في مصر من خلال. تعال نشوف بقى هو عامل ايه. إرساء الأمن. طيب ايه كمان؟ ايه؟ تعيين حكم دار للسودان، تقسيم السودان إلى 7 مديريات. تمام. رقم 5 اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية: عملية بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم، اللي هي طبعا ايه؟ تجارة الرقيق. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي التقييمات مع المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لنفسكم وتدعوا لي معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.